الإحساس بقدرة المدعو. بعض الناس تراه يائس كئيب حزين ما بك، يقول يا فلان الدنيا أغلقت علي، السبل انقطعت، حاجتي من يقضيها، أنا طلبي كبير، ولكن من تدعو. أنا بعض الليالي أذكر دعاء بسيط، الإخوان يقولون ماذا قلت، يكتبون هذا الدعاء. هذا أيضا دعاء شريف وبليغ. إذا سدت الأبواب وانقطع السبيل، بعض الأوقات الطبيب يقول خرج الأمر من يد الطب، الأطباء عاجزون عن علاجك. ماذا تقول؟ هل تيأس؟ أبدا، توجه إلى الله عز وجل. البعض عندما نقول توجه يقول كم مرة، في أي ساعة، أي ساعة، متى ما شئت. كم مرة؟ مرة واحدة بتوجه. قل اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب. وثالثا ماذا تقول؟ ويا مسبب الأسباب من غير سبب. ماذا صار؟ اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا. البحر من أمامه موسى عليه السلام، وفرعون من ورائه، بمقاييس البشر إن هو إلا القتل أو الغرق. وكذلك بالنسبة للنبي القصة التي تقال قريش من ورائه والغار أمامه، ما الحل؟ ليس من حل. موسى عليه السلام كان يتوقع أن يضرب له رب العالمين طريقا يبسا. الآن صحت قصة الحمامة والعنكبوت وقصة النبي في الغار. الحياة مليئة بهذه النماذج. رب العالمين إذا أراد شيئا قلب الموازين وهيئ الأسباب. هنيئا لمن تعرف على ربه في الرخاء ليدعوه في الشدائد فيستجيب له. اللهم سبهني عن الهموم والغموم ووخشة الصدر ووسوسة الشيطان